السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، بحبكم كتير. النهارده بقى جايبه لكم تنظيفات العيد. بدأنا تنظيفات العيد، العيد الصغير العيد الكبير. انت اصلا قشطوطه وزي الفل، فانا حابه اقول لكم شويه سكاكر. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ومفيد. النهارده بقى الروتين بتاعنا عباره عن صحينا من النوم، فتحنا البيبان والشبابيك وكل حاجه، وجرينا الركنه كده، فرطناها زي ما انتم شايفين. او وانا جايبه معايا هنا المسحوق الجبار سيترس، بسعره 75 جنيه، كان عليه عرض ب65 جنيه. جبت واحده برائحه اللافندر، رغوة تقهر الدهون وتزيل البقع الصعبة لجميع الأسطح والمفروشات. هو للركنة، للمراتب، للبوتاجاز، للغسالة، لقلب الحبيب ورد المدلكة لكل حاجة كل حاجة. لو لسه ما عملتش لايك دوس على زرار اللايك علشان تكملي معانا. النهارده هيبقى يوم جميل وروتين سهل وبسيط وكله نشاط وحيوية. انا جبته وزي ما انتم شايفين الركنه دي انا غسلتها. لو تلاحظوا الميه باينه عليها لان انا بغسل بميه بسيطه، يعني بخلي الكنبه زي ما تكون منديه. فاحنا في الحر الجو نار كده كده اصلا، هتبقى يعني ان شاء الله بكره الصبح هتبقى مفيش، كانها لسه جايه جديده، ما فيهاش ولا نقطه ميه. بالعكس، ريحه الغسول المفروشات ده هتبقى طاغية عليها وهتبقى ريحتها حلوة. بصوا شايفين دي مية، شايفين لونها زهزه وفتح ونور ازاي اهو. لسه بقى ما غسلتش الارضيه بتاعتها القعده. انا شلت السفنجه حطيته في البلكونه يتشمس، وخدت الكسوه بتاعتها رميتها في الغسال. بصوا كنت بغسل الظهر مدلوق عليه اهو. بصوا المكان اللي اتغسل شايفين ازرق مزهزه ازاي هنا. ده انا رشيت عليه وسايباه يتنقع لحد ما امسكه بالفرشه اغسله. طيب تعالوا بقى اقول لكم انا عامله ايه. بصوا مكان الركنه ما كانت مركونه، كل ده هينضف وهيبقى زي الفل كده، شمعة منور. حتى التابلو ده هنزله وامسكه المعه تلميعه محترمه. خليكم معايا. بصوا بقى انا بعمل ايه. الركنه زي ما انتم شايفين كل دي اوساخ. ليه؟ لان هي بقى لها حوالي سنه ما اتغسلتش، لان القماش ركنه انتريه مش هينفع يتغسل على طول، لازم كل فتره طويله وانا عندي اطفال. فهنا بقى لها حوالي سنه ما اتغسلتش زي ما انتم شايفين كده. فهاجي بقى على المكان الوسخ اهو ده بالبخاخه، هاجي اعمل كده. هي البخاخه بتاعتهم ممله شويه، بس هي علشان تطلع كميه قليله وتعمل رغوه لازم ان انتي تستحملي اهو. تحسوا يا بنات ان هي زي الكربوناتو بتاكل في الاوساخ كده اهو. وافضل ابخ بسم الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اذكروا الله كتير وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اكتبوا لي في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. هسيبه دقيقة واروح عاملاه بالليفة، الليفة اللهلوبة او الفرشة بتاعت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفرشة بتاعت السجاد. حلو كده، واروح غسلاه تاني.